في ترند للاسف بقى منتشر عند البنات الصغيرين وهو دايت التجويع. فتلاقي بنت عندها 12 او 13 سنه تقرر فجاه انها مش هتاكل علشان تخس بسرعه، وتفتكر انها كده بتحافظ على شكلها. بس الحقيقه غير كده خالص، اللي بيحصل العكس تماما. والجسم في السن ده لسه بيكبر، ولسه العظام بتتكون، واي حرمان من الاكل اكيد هيأثر على النمو، وهيعمل انيميا، تساقط شعر، ضعف مناعه، ومشاكل تانية كتير. وبنات كتير بيغيب عنهم ان الوزن اللي بينزل بالطريقه دي بيرجع اضعاف بعد فتره. فلازم تفهمي ان التجويع مش حل خالص. الحل الصح اننا نظبط نوعيه الاكل مش كميته، نبدل النشويات الكتير بخضار وبروتين، ونحاول ننظم مواعيد الاكل. هي حاجات تبان ان هي بسيطه بس هتفرق معاكي. ولو الشهيه عاليه ومش قادره تسيطري، هنا بندخل خيارات زي حقنه البروس لي اللي بتظبط الشهيه وتخلي الجسم يشبع بسرعه من غير ما تحرمي نفسك من الاكل خالص. ورسالتي هنا لكل بناتنا، جسمك لسه بيكبر، ما ينفعش تكسريه وانت صغيره. الدايت مش حرمان، الدايت الصح انك تاكلي صح وتعيشي بصحه احسن عشان تفضلي قويه وجميله طول عمرك. لازم تبقى عارفه ان التجويع مش موضه، التجويع خطر، وخطر كبير جدا. واللي عايزه تخس الحل موجود، بس يكون بطريقه صح.